برشلونة يسقط ريال مدريد ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة 32. ليلة أسطورية في لا كارتوخا. في ليلة كروية من نار، برشلونة ينتزع كأس ملك إسبانيا بعد ملحمة لا تنسى أمام الغريم التقليدي ريال مدريد. ملعب لا كارتوخا شهد واحدة من أعظم الكلاسيكوهات في التاريخ. ملخص المواجهة: برشلونة ضد ريال مدريد، نهائي كأس الملك 2025. على أرضية ملعب لا كارتوخا، أسدل الستار على نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بمواجهة كلاسيكية نارية جمعت بين برشلونة وريال مدريد، وانتهت بفوز البلوغرانا بنتيجة من 3-2 بعد مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية. أهداف برشلونة: بيدري، الدقيقة 28. فيران توريس، الدقيقة 84. فيران توريس مجددا، الدقيقة 116. أهداف ريال مدريد: كيليان موبابي، الدقيقة 70. تشواميني، الدقيقة 77. برشلونة يعود لمنصة التتويج. هذا اللقب هو 32 في تاريخ برشلونة بكأس الملك، ليؤكد النادي الكتالوني تفوقه التاريخي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة. ويأتي هذا التتويج بعد غياب 4 سنوات عن التتويج بالكأس. كيف وصل الفريقان إلى النهائي؟ برشلونة تخطى أتلتيكو مدريد. تاريخ مواجهات الكلاسيكو في كأس الملك: 38 مواجهة في الكأس، 17 فوزا لبرشلونة، 13 فوزا لريال مدريد، 8 تعادلات. في النهائيات: 4 انتصارات لريال مدريد، 3 انتصارات لبرشلونة. برشلونة يحقق لقبا جديدا ويضرب موعدا مع المجد الأوروبي بمواجهة انتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. هل يكون هذا الموسم بداية حقبة ذهبية جديدة للبلوغرانا مع فليك؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد في عالم كرة القدم العالمية لحظة بلحظة.